نفسك تعملي بتنجان مخلل ويطلع قلب وردي زي بتاع المطاعم بالظبط زي ما انت شايفة كده. مكون واحد هتضيفيه على البتنجان المخلل بتاعك هيخلي قلبه وردي وكمان طعمه جميل جدا، وزبدة سايحة زي ما انت شايفة كده. وطبعا المنظر بجد حاجة تفتح النفس. يلا بينا. بس قبل اي حاجة ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هتجيبي بقى كمية البتنجان اللي تناسبك بالشكل ده كده. اهم حاجة عندي تمسكي البتنجان ده تشطفيه كويس جدا، علشان هنحتاج مية السلق بتاعته. وكمان ما تشيليش القمع الاخضر ده، لانك لو شلت القمع ده البتنجان بتاعك هيشرب مية والقلب بتاعه يبقى في مية كتير. هاتي بقى حلة ارفعيها على النار فيها مية بتغلي بالشكل ده كده، وانزلي بالبتنجان اللي هاكد لك تاني لازم تغسلي كويس علشان هنحتاج المية. وكمان ما تشيليش القمع بتاعه عشان البتنجان بتاعك ما يشربش مية وتلاقي القلب بتاعه كله مية. انزلي بقى بالبتنجان كله الكميه اللي انت جايباها وغطيه وسيبيه لحد ما يبتدي ان هو تلاقيه غلي كده معاكي بالمنظر اللي انت هتشوفيه ده كده. مجرد ما يغلي معاكي ويبقى بالشكل ده كده، اهدي النار عليه وغطيه وسيبيه لحد ما يستوي ويبقى بالمنظر ده كده كده. البتنجان بتاعي تمام. اطفي عليه النار بقى وطلعيه على طبق او صينيه وسيبيه يهدى شويه. يلا بينا بقى نعمل التتبيله بتاعتنا. انزلي بقى بفلفل اخضر احمر الموجود عندك، ولو عايزه سبايسي برضو ضيفي. السر هنا بقى في اللون الوردي البتنجان المخلل وهو البنجر. ضيفي قطعه بنجر في التتبيله بتاعتك وهتاخدي احلى لون وردي للبتنجان المخلل. طبعا هننزل بتوم وليمون والبهارات بتاعتنا: ملح، كزبره، كمون، بابريكا، شطه، وطبعا خل. اضربي بقى التتبيله بتاعتك دي كويس. فلفل اخضر او احمر، توم، ليمون، خل، بهارات ملح، كمون، كزبره، شطه، بابريكا. اضربي بقى الكلام ده. وطبعا ما ننساش قطعه البنجر اللي هي العامل الاساسي معانا النهارده في اللون. ما شاء الله شايفه التتبيله عامله ازاي، وريحتها بجد كانت جميله جدا. هتنزلي عليها بقى بجزريه مبشوره بالشكل ده، وكمان معلقه كبيره هريسه شطه. وكده التتبيله بتاعتنا بقت جاهزه بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. ما شاء الله جميله جدا. وكمان البتنجان ده حاجه اساسيه جنب اي اكل بجد هيعجبكم قوي. قلبي بقى التتبيله بتاعتك كلها بالشكل الجميل ده كده. هاتي بقى البتنجان بتاعك وشيل القمع الاخضر ده. ما شاء الله البتنجان بتاعنا ما شربش ميه خالص، علشان احنا ما تخلصناش من القمع قبل السليق. لو انت نضفتيه وشلت القمع ده البتنجان بتاعك هيشرب ميه ومش هيديكي نتيجه حلوه. فالافضل انك تسلقيه زي ما هو كده، بس اغسليه كويس جدا عشان زي ما قلت لك هنحتاج ميه السليق بتاعته. احشي بقى البتنجان بالتتبيله اللي احنا عملناها بالشكل ده كده، بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. انا بقى هكمل باقي كميه البتنجان اللي عندي كلها بنفس طريقه الحشوه كده. افتحيه وضيفي الحشوه في قلبه بالمنظر ده. انا خلصت حشو كل كميه البتنجان بتاعي بالشكل ده كده. كل اللي هعمله هجيب علبه تلاجة نظيفه طبعا، وهرص فيها البتنجان بتاعي بالشكل ده كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. هيبقى معاكي بالشكل الجميل ده كده. الخطوه اللي جايه او التركه الجايه دي بجد بتفرق جدا في طعم البتنجان المخلل. انا جبت قرن فلفل اخضر، عليهم فصين 2 توم، دقيتهم كويس جدا في الهون لحد ما نعمتهم. لو ما عندكيش هون افرموهم في الكبه ما فيش مشكله، بس الخطوه دي بجد في الهون بتفرق كتير جدا. نزلت عليهم بقى بجزر مبشور، وكمان كوبايه كبيره من ميه سليق البتنجان سبتها لحد ما بردت، وبعد كده ضفتها على التتبيله علشان ما ينفعش انزل بيها وهي سخنه على البتنجان، هتهرهولي ومش هيبقى حلو. انزلي بقى ظبطي ملح التتبيله بتاعتك دي وانزلي بيها على وش البتنجان بالمنظر ده. غطي البتنجان بتاعك بالتتبيله وكمان بميه السليق بتاعته بالشكل ده كده. وبعد كده انزلي عليه بحوالي معلقتين او 3 زيت بالمنظر ده. انا غطيت البتنجان بتاعي ده وسبته على رف التلاجة ليلة يتشرب كده من التتبيلة. هيديني طعم أحلى طبعا. بس لو انت عايزة تاكلي منه في نفس التوقيت ده عادي جدا مفيش مشكلة. البتنجان بتاعي تاني يوم كان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده بجد حاجة تفتح النفس. ريحته كانت جميلة جدا، وكمان طعمه طبعا كان أحلى لأنه اتشرب من التتبيلة اللي فيه والبهارات بتاعته، فكان بجد طعمه جميل قوي. كمان اللون الوردي الجميل اللي هو واخده بالمنظر ده علشان طبعا ضفنا البنجر في التتبيلة فادانا اللون الورد القمر اللي انتوا شايفينه ده كده. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات انتوا بتعملوه ازاي او ايه الاضافات التانية اللي انتوا بتضيفوها له انا ما ضفتهاش. وقبل اي حاجه طبعا ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفضلا وليس امر، اللي ما تابعنيش يتابعني عشان يوصلوا كل جديد مني.